ازاي اسيطر على الشخص النرجسي؟ الموضوع ده اتكلمت عنه في الفيديوهات اللي فاتت لما قلت لك يعني ايه شخص نرجسي وايه انسب طريقة للتعامل معاه. وفي الجزئية دي هتكلم في الموضوع مرة تانية بس بطريقة مختلفة واذكى شوية. احتمال تحس بشوية اختلاف او تناقض ما بين الكلام اللي هقوله دلوقتي واللي قلته قبل كده، لكن اللي عايز افهمه لك ان كل طريقة مستقلة بذاتها، والطريقة اللي تناسبك ممكن جدا ما تناسبش غيرك، ولكن انت في النهاية ليك حرية الاختيار في انك تختار الطريقة المناسبة ليك منهم. والطريقة دي بتتكلم عن ان في ناس كتير جدا بتتكلم عن الشخص النرجسي وان هو ملوش علاج وانه صعب جدا انك تسيطر عليه لانه مستحيل انه يتغير. وفي الجزئية دي لقيت لك الحل اللي يخليك تسيطر على الشخص النرجسي وتخليه يتغير 180 درجة بس بشروط بسيطة جدا. والشروط دي هي صعب شوية انك تطبقها، لانك لما بتكون في علاقة مع شخص نرجسي فالشخص ده غالبا بيكون واخد كل طاقتك ومدمر نفسيتك. كل اللي عايزه منك انك تركز قوي معايا. مبدئيا علشان تغير الشخص النرجسي لازم تعمل اكتر شيء صعب جدا وسهل في نفس الوقت. ليه بقولك صعب وفي نفس الوقت سهل؟ بالنسبة لي انا بقولك انه سهل لاني عملته كتير جدا، لكن بالنسبة لك ممكن يبقى صعب لانك اول مرة تعمله، وهو انك تسامح نفسك على اختيارك انك تكون في علاقة مع شخص نرجسي. انا معرفش عدى قد ايه على علاقتكم ببعض، هل هي ارتباط، خطوبة، جواز، بينكم اولاد؟ اكيد معرفش التفاصيل، لكن طالما انت مع شخص نرجسي فاكيد في سبب انك تكون معاه. وممكن جدا يكون النرجسي ده شخص من عيلتك او اصدقائك او قرايبك، مش شرط يكون شخص انت مرتبط بيه. لكن اللي عايزك تعمله في البداية هو انك تسامح نفسك على انك موجود معاه او موجود جنبه. احيانا بيكون اكتر شيء بيخلي الشخص النرجسي يلعب بيك هو فكرة انك دايما بتلوم نفسك انك اخترته، فبتلاقي نفسك بتقول لنفسك ولعقلك ما كانش لازم ابدا ان انا اكون مع الشخص ده، ما كانش لازم ابدا ان اقرب من الشخص ده. وطبعا ده كله كلام ملوش اي فايدة لانه مش هيغير حاجة من الوضع ده. الموضوع كله عامل زي كأنك عندك تحفة ازاز ووقعت اتكسرت وانت عمال تبكي عليها، وانا مش عايزك تبكي على اللي اتكسر. كل اللي عايزك تعمله في النقطة دي انك تسامح نفسك. قول لنفسك مش مشكلة، انا دلوقتي في علاقة معاه، اللي حصل حصل، انا هبدأ اتعامل معاه بذكاء وهخلي العلاقة دي تخدم مصلحتي انا. ده كل اللي انا عايزك تبدأ تركز عليه، وده اهم كلام لازم تبدأ تقوله لنفسك. جميل، هنفترض ان انت سمعت كلامي وطبقته وخلاص سامحت نفسك وتقبلت الوضع زي ما هو. ايه بقى اللي لازم اعمله دلوقتي؟ ما تعملش اي حاجة، بمعنى انك ما تحاولش ابدا مع الشخص النرجسي انك تخليه يتغير. اكتر حاجة بتضحكني وبتستفزني في نفس الوقت لما بلاقي حد في علاقة مع شخص نرجسي وبيحاول انه يغيره، والاسوأ انه بيحاول انه يساعده. يعني بلاقي حد جاي لي في جلسة وبيحكي لي انه في علاقة مع شخص نرجسي وحاولت ان انا اغيره وحاولت كتير جدا ان انا اساعده، لكن النتيجة انه بيرفض ده وما بيتغيرش ابدا، بالعكس دي نرجسيته بتزيد. طب ليه بيحصل كده؟ ببساطة لان الشخص النرجسي بيرفض جدا المساعدة وبيرفض جدا التغيير، وده لسبب واحد بس، هو انه شايف انه مش محتاج ابدا المساعدة ولا محتاج للتغيير، وشايف نفسه انه في احسن حال، فمش محتاج ابدا لمساعدتك. اللي هو انت مين عشان تساعدني؟ انا اصلا مش محتاج لك. وهي دي الطريقة اللي بيفكر بيها النرجسي. فكل اللي انا عايزك تعمله هو انك تبطل مساعدتك ليه وتبطل محاولاتك انك تغيره. امال اعمل ايه؟ هقول لك، بس اكتب لي تم في التعليقات علشان اتاكد انك من الناس اللي تابعت الفيديو للاخر وتستحق انك تعرف المعلومات المهمة جدا في الجزء الجاي. السلام عليكم.